every team already analyze the document. سواء تيم معتز او تيم نيفين. They analyzes the document already. وطلعنا منها بمعلومات. فانا دلوقتي we will try to ask them عشان نعرف الاوتكم كان عامل ازاي ما بين التو تيمز. فليتس ستارت with تيم معتز and عمر. خليني اسالكم، ويعني انت شايف مثلا ان الورقه دي كانت RFP ولا letter of intent؟ لا دي RFP request for proposal. why؟ واي لان هي مجرد عرض، لان انا عايز خدمه معينه، عشان هي طالعه من مقدم الخدمه، مش لا عقد ولا في مذكره تفاهم او توصلنا مثلا لعرض بنتناقش فيه. اوكي، دوت مجرد ان انا بدي ان انا عايز خدمه معينه، واللي عايز يقدم عرضه بيقدم لسه. يبقى هي طالعه من طالب الخدمه ولا من مقدم الخدمه؟ لا لسه من طالب الخدمه. طالب الخدمه، تمام. طيب حلو قوي. خليني اسالك، هل الريكوست فور بروبوزل ده بايندن ملزم؟ لا مش ملزم، لان هو لسه مش عقد اصلا، ولا في اي شروط من شروط العقد الا المعلومات والطلبات اللي هم عايزينها. حلو قوي. لا يعد عقد ولا يكون ملزم اساسا. اكزاكتلي. وكمان مفيش بند حصل بيقول مثلا ان ده شيء ملزم، وهو نص صراحه اصلا على ان هو ملزم غير ملزم، او ما صرحش ان هو ملزم، يعني هو قال ان هو مش ملزم. اكزاكتلي. وسمى ان هو ايه؟ قال ان هو الريكوست this is request for proposal. exactly. طيب thank you. if I will ask you يا معتز، لو العلاقة دي استمرت وبقينا قدام binding contract, do you think ان ده هيبقى employment contract؟ عقد عمل؟ ده مش ده هيكون عقد، يا اما عقد مقاولات يا اما يكون عقد تقديم خدمة. حلو قوي. انما مش هيكون خالص عقد عمل، لان هو هيكون